السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة جاية وجايبة لكم وصفة حلوة جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض صينية البطاطس بالفراخ بطعم رائع، طريقة سهلة جدا وبسيطة. وهقولك على تكة جديدة لما تعمليها في صينية البطاطس بجد هتعشقيها ومش هتعرفي تعمليها غير بنفس الطريقة. يلا بينا نبدأ وصفتنا النهاردة. بس ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد أنا بعمله. وما تنسوش كومنت منكم حلو هيفرق معايا كتير. يلا بينا بقى عشان نبتدي ونعمل أحلى وأطعم صينية بطاطس ممكن تعمليها في حياتك. أول حاجة هنبتدي بالتكة اللي أنا قلتلكوا عليها اللي هتخليكوا تعشقوا صينية البطاطس. معايا 3 حبات من الطماطم، 4 بصلات صغيرين، وكمان معايا 4 فلفلات حمر، ومعايا راس توم صغيرة. هجيب ورقة زبدة زي ما انتوا شايفين واحطهم 2 عكس بعض، ورقتين زبدة هحطهم عكس بعض، وهنزل بالبصل بتاعي والفلفل الأحمر والثوم والطماطم واحطهم زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هجيب عليهم رشة زيت زيتون أو زيت عادي لو موجود. التكة دي بجد هتخلّي صينية البطاطس بتاعتِك في حتّة تانية، طعمها يجنن فعلًا. حطينا زيت الزيتون زي ما أنتم شايفين، هاقفلها بقى كويس جدًا وهادخّلهم الفرن عشان يتشووا. التكة دي هتخلّي صينية البطاطس بتاعتِك فيها ريحة الشوي، طعمها تحفة. البصل لمّا يتشوي مع التوم مع الفلفل الأحمر، بجد بيخلّي صينية البطاطس في حتّة تانية. زي ما أنتم شايفين حطيناهم في صينية، الفرن بتاعتنا سخنة وهندخّلهم عشان يتشووا. هنا أنا طلّعتهم من الفرن وطبعًا سِبتهم يبردوا، ودلوقتي بقى هاورّيكم شكلهم عامل إزاي. بُصّوا، تحفة، حلوين جدًا، جدًا، جدًا. الفلفل الأحمر والبصل والطماطم والتوم يجننوا وهُم مشويين. ودي هتكون أول خطوة معانا، وخطوة مهمة وبتخلّي طعم صينية البطاطس يجنن. هاجيب بقى الكبة بتاعتي وأحط كل الحاجات دي اللي إحنا شويناها جوّه الكبة. ما أنا قُلت لِك من بعد ما تعملي الطريقة دي انسي أي طريقة لصينية البطاطس. وعلى فكرة لو عندِك جزر ممكن كمان تحطّي طرنشتين جزر والّا حاجة معاهم. حتى الصوص اللي نازل منهم برضه حطّيه جوّه الكبة. كل حاجة زي ما أنتم شايفين كده أنا باخدها وأحطّها جوّه الكبة بتاعتي. بُصّوا بقى الزيوت اللي نازلة والصوص اللي نازل ده الصغير ده حطّوه برضه معاهم، لإن بيبقى فيه طعم حلو أوي، أوي. بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده، خدوهم بقى اضربوهم في الكبة ونعّموهم جدًا مع بعض. دي الخلطة السحرية بتاعتنا اللي لمّا نحطها بقى على الصلصة بتبقى في حتة تانية. بُصّوا ده شكلهم بعد ما اتضربوا ونعموا، مش قادرة أقول لكم ريحتهم عاملة إزاي. التوم بقى لمّا اتطحن مع الفلفل الأحمر مع البصل مع الطماطم في حتة تانية. هاجيب بقى كوباية من المَيّة، كوباية من الصلصة، معايا بابريكا ومعايا فلفل أسمر وملح، وسِنّة صغيرة من الحبهان البودر، ونُص معلقة صغيرة من ورق اللورا البودر، وأنزل بيهم في الكبة. فوق الخلطة التحفة اللي إحنا لسه منعّمينها. هاقول لكم البهارات بالمعالق قد إيه. معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، نُص معلقة صغيرة من الورق اللورا البودر، ربع معلقة صغيرة من الحبهان البودر. ونزلت بكوباية الصلصة وكوباية المَيّة وضربتهم تاني، وده الخليط بتاعي جاهز، حلو جدًا، جدًا. هنا معايا صينية مقطّعة البطاطس بتاعتي مكعبات، حابة تقطّعيها طرنشات زي ما أنتِ عايزة. عندي فرخة زي الفل مغسولة ومتصفية ومش ناقصها أي حاجة. هنحط الفرخة بتاعتنا فوق البطاطس،
موضوع سهل وبسيط، لو أنتِ عروسة جديدة هتعمليها هتجنن بجد. حطينا الفرخة بتاعتنا فوق البطاطس اللي إحنا قطعناها، بس كده. ونجيب بقى الخلطة اللي إحنا عملناها في الكبة وننزل بيها فوق الفراخ. مش قادرة أقول لكم حلوة وجميلة قد إيه. طبعًا هي سميكة زي ما أنتم شايفين لإن إحنا ضاربين البصل وضاربين الفلفل والتوم والطماطم، فطبيعي جدًا إنها تكون سميكة كده. بصوا ده شكلها. يلا بينا بقى على الفرن ونسيبها لحد ما تستوى. سهلة جدًا وبسيطة وطعمها يجنن. دخلت الفرن بتاعتي، ما احطش مَيّة، ما احطش أي حاجة، هي تحطوها زي ما أنتم شايفين كده، على الرف اللي في النُص. هنا بقى لمّا استوت، يا خبر أبيض على الجمال والحلاوة، تحفة، تحفة، تحفة. التدخينة اللي في البصل، اللي في التوم، اللي في الطماطم، الفلفل الأحمر ده ليه تَكّة في الأكل حلوة جدًا، جدًا. لمّا اتسوّى كده ونزل على البطاطس، خلّى صينية البطاطس في حتّة تانية. ودي الوصفة بتاعتنا النهارده. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي يشرّفني جدًا الاشتراك في القناة، وفعّلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا باعمله. وما تنسوش كومنت منكم حلو بيفرق معايا كتير. باحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.